بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الشعب الإريتري الأبي الصابر المصابر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم الأسئلة المتكررة حول تأسيس قوة وطنية إريترية واحدة. رغم توضيح فكرة تأسيس قوة وطنية واحدة في لقاءات وندوات ووسائل إعلام مختلفة، ما زالت هناك بعض الأسئلة تطرح. لذلك تقدم لجنة التسجيل والانتخابات هذا التوضيح المختصر للإجابة عن أبرز التساؤلات. منها: 1. لماذا نحتاج إلى قوة وطنية واحدة؟  لجمع كل الطاقات الإريترية داخل الأطر الحزبية وخارجها في إطار وطني يقوم على مبدأ شخص واحد صوت واحد. الهدف هو توحيد الجهود من أجل الحرية والعدالة، وتهيئة أساس قانوني وشعبي لنضال شامل مع تمثيل فاعل ودولي. هذه المبادرة ليست للوصول إلى السلطة، بل لتمكين الشعب من اختيار قيادته مستقبلا بشكل ديمقراطي. 2. من يشكل القوة الوطنية؟ جميع المواطنين الإريتريين في المهجر. 3. كيف يتم تأسيسها؟ بالتسجيل في بلدان المهجر، ثم إجراء انتخابات لاختيار مجلس برلمان يقوم بدوره بانتخاب هيئة تنفيذية. 4. أمام من تكون مسؤولة؟ أمام المواطنين الإريتريين في الخارج. 5. ما مصدر شرعيتها؟ تستمد شرعيتها من أصوات الناخبين الذين انتخبوها. 6. ما رؤيتها؟ تحرير الوطن من الاستبداد وبناء دولة قانون وعدل تحترم حقوق الإنسان وتعيش في سلام وأمان. 7. ما مهامها؟ ألف، تمثيل الشعب الإريتري دبلوماسيا أمام المجتمع الدولي. ب، دعم اللاجئين الإريتريين. ج، السعي لوقف الانتهاكات وإنهاء معاناة الشعب. د، الإسهام في إدارة مرحلة انتقالية بعد زوال النظام. 8. ما الفرق بينها وبين التجارب السابقة؟ التجارب السابقة اعتمدت على تحالفات بين تنظيمات، أما هذه المبادرة فتركز على المواطن الفرد، سواء كان منتميا للحزب أم لا، ليكون شريكا أساسيا في النضال. 9. هل هي حزب سياسي جديد؟ لا، هي إطار وطني مرحلي لإنقاذ الوطن، وليست حزبا يسعى للسلطة. 10. هل تنافس الأحزاب أو تعاديها؟
لا، هي تتعاون مع الأحزاب وتحترم دورها، بينما يظل دورها مؤقت لتوحيد الجهود. 11. هل هي حكومة في المنفى؟ لا، الحكومة في المنفى تدعي شرعية سابقة، أما هذه القوى فهي كيان منتخب من المواطنين في الخارج، هدفه تمكين الشعب من استعادة سيادته. نداء إلى الإريتريين في الخارج: بعد سنوات من المحاولات غير المكتملة بسبب الانقسامات وتشتت الجاليات، تأتي هذه المبادرة كإطار جامع يقوم على المواطنة، حيث نجاحها يعتمد على المشاركة الفاعلة في التسجيل والانتخابات وبناء الثقة والعمل المشترك. معا بوحدة الجهود والقيادة المشتركة يمكننا تحقيق أهدافنا الوطنية.